السلام عليكم البنات، نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير على خير. قبل ما نبداو الفيديو نصلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. اكيد عرفتوا من الصورة المصغرة وش جبت لكم اليوم البنات. جبت لكم الفقاس المغربي. يعني الفقاس هذا شبه كبير بين الكروكي تاعنا، احنا نقولوا له الكروكي هما يقولوا له الفقاس. علاش البنات شبه كبير لكن يتبدل برك في هما يزيدوا له المكسرات، يزيدوا له حبة حلاوة، يزيدوا له النافع، يزيدوا له اللوز. احنا هذو ما نزيدوهمش، الكروكي تاعنا نديروه عادي. يزيدوا له الجلجلان. المهم يعني وصفة رائعة، ووصفة كانت تعجبني بزاف البنات، وقلت والله غير نجربها معاكم. الا نجحت لي ما نجحتليش خلاص. يعني اول مرة نديرو نجحت لي، وكما شفتوا النتيجة جات ما شاء الله. جا روعة البنات، جا هذاك المكسرات اللي درت له لداخل وهذاك الحبة حلاوة عطات له واحد الطعم رائع. والجوز يعني اللوز عفوا. هنا نبداو البنات الطريقه كما شفتوني. درت 4 حبات تاع البيض متوسطين، درت معاهم كاس تاع السكر، ودرت معاهم قرصه تاع الملح، وخلطتهم غير بالفوي. زدت معاهم كاس تاع الماء يكون دافي باش يذوب لنا هذاك السكر. زدت معاهم كاس تاع الزيت. يعني الطريقه يعني نقولوا 80% كيما الكروكي الجزائري. هنا البنات كيما راكم تشوفوا زدت معاهم مغرف، هيديك 2 مغارف عفوا تاع حبة حلاوة. هنا تقدروا ديروا النافع، انا ما كانش عندي. زدت معاه نص مغرف تاع لافاني، وكاس تاع اللوز. كما شفتوني انا يا طحنته شويه. اللي حبيت ديروا حب ديروا، انا طحنته شويه يعني كسرته غير شويه برك. وزدت معاه نص كاس تاع الجلجلان محمص. انا تقدروا تروحوا حتى الكاس، انا ما كانش عندي، كان عندي نص كاس درتو. نتوما تقدروا ديروا كاس اللي حبت يجيها يعني فيه الجلجلان، يعني الكو تاع الجلجلان. هنا ندخلوا البنات نبداو نديروه في الفارينه مغربله كيما راكم تشوفوا. درت الفارينه نخلوه يجي كيما الكروكي تاعنا الجزائري، يجي لازم يكون طري. ودرت معاه 2 ساشيات تاع 10 غرامات تاع خميره الحلويات كيما شفتوا غربلتهم. نبداو نطمو فيها. انا ما تعجنوهاش البنات، يعني لموا برك كيما نلموا الكروكي حتى تولي لنا عجينه تكون طريه، يعني ما تلصقش البنات في اليد، وتكون كيما راكم تشوفوا. هاي لك البنات، يعني الصوره راهي واضحه. هنايا قسمتها، انا درتها على 4 قسمتها. كل وحده درت فيها البنات، درت فيها تقريبا رطل، يعني كل وحده جات لي 500 غرام. يعني كي وزنتها. هنا بديت نديرو حربوش كيما راكم تشوفوني. بديت نديرو حربوش البنات كيما الكروكي تاعنا، ونبدا نسوي فيه. نديرو في السنيوه دهنتها غير بشويه تاع الزيت. وهنا اللي عندها ورق الطهي دير ورق الطهي، يعني باش ما يلصق لهاش، تخاف يلصق لها. هنا زدت هاي لك البنات، يعني درت هذوك الحرابيش، درت هنا 3 في السنيوه، والرابعه درتها وحدها. هنايا جبت 2 حبات تاع صفار البيض، يعني كفاولي البنات لهذه الكميه، جاوني سوا سوا. درت معاها ساشي هذيك تاع نسكافي، ساشي صغيره ولا مغرف كبيره. ودرت معاها شويه تاع الحليب. بديت ندهن فيه، يعني دهنته مليح كيما راكم تشوفوا. انا دهنته هنايا 2 مرات، خليته واحد 5 دقائق، عاودت وليت ليه، زدت عاودت دهنته وسيته بالفرشيطه من الفوق، راحت لي الصوره. شديت هنا البيستاش البنات ودرت له من الفوق برك. هنا تقدروا ديروا تقدروا ما ديروش. وشعلت الفور. انا كي بديت نخدم، هضرت لكم شعل الفور كي بديت نخدم معكم الكروكي شعلته باش يكون سخون. شعلته على 170 درجه. ومن بعد كي دخلته نقصت له البنات، خليته طابلي غير من التحت كيما راكم تشوفوا. هاي لك الصوره، خرج لي ما شاء الله. ما شعلتوش كامل من الفوق، انا شعلت له غير من التحت. هنا البنات حنايا الكروكي كي نخرجوه ما نغطوهش، هما شوفوا يعني الطريقه تاعهم. هنايا يغطوه بصاشي ويزيدوا له طرشونه من الفوق، يخلوه يبات ليله ولا 4 5 سوايع. انا ما خليتوش، خليته حوالي 2 سوايع ونحيته باش نصوروا معاكم. هاي لك البنات نحيته كيما راكم تشوفوا. لقيته طري من الفوق وبديت نقطعه معاكم.
نروحوا للموس البنات. هنا الموس لازم يكون موس جديد، يعني انايا هذا الموس شريته جديد البنات، شريته باش نقطع به يعني الكروكي ولا الفقاس ولا كيما راكم تشوفوا البنات. لازم الموس يكون الموس النوعية جيدة، اذا ما كانش الموس مليح ما يعاونكمش، يعني ما يقطعوا لكمش. وهنا بديت نقطعوا قطعته رقيق يعني كيما يقطعوه هما الفقاس تاعهم. احنا الكروكي شتو نقطعوه يعني نميلو الموس، هما لا يقطعوه. هايليك البنات شوفوا كيفاش يجي. دوك نوريلكم، شوفوا كيفاش جا ما شاء الله كيما راكم تشوفوا. الحبات هذوك تاع اللوز اللي درتلو هاوليك باين للداخل. شوفوا البنات جا ما شاء الله. هنا عمر لي 2 سنوات ونص، يعني كيما راكم تشوفوا هذه السنيوه الاولى. هنا دوك نشعلو من الفوق ونخليها لك السنيوه الثانيه والثالثه ما وريتها لكم شي. الثالثه هذوك تاع الطروف وكاينه حبيبات ثاني ملاح. هنايا شعلت له من الفوق البنات هاوليك وقعدت نعس فيه، يعني ما وخرش من قدامه. شعلت له على نار قليله وقعدت نقلب في السنيوات تاعي كيما راكم تشوفوا البنات. وهنا كي كانت يعني السنيوات تاعي كي خفت الوسط الوسط يعني طاب لي على الطرف. شديت ورق الزبدة وبديت بديت له من الفوق، يعني باش ما يتلحقش النار اللي تجي في الوسط، باش يطيب لي في الطرف. انا بديت نقلب فيه كيما راكم تشوفوا البنات. عاودوا يعني كيما نديروا الكروكي تاعنا، وعاودت رجعته للفور وزدت عسيته حتى طاب لي كامل. دا يعني الجوايه منه من. شوفوا البنات هاي الكلانه كي طاب لي في الوسط غطيته بهذا باش ما يحمروليش لي في الوسط، ما يحمروليش بزاف. عدت النار ما تلحقليش. هاوليك البنات كي خرجته هنايا طيبته من الجهتين، يعني الجهه الاولى والجهه الثانيه. شوفوا البنات جا ما شاء الله. ما نكذبش عليكم عجبتني الوصفه، وجا واحد القرمشه فيه، جا روعه البنات روعه. يعني الواحد يجرب ويشوف الفرق. هنا يا البنات بديت نعمرو كيما راكم تشوفوا. هنا بريد حتى برد لي كامل، بردوا لي سنيوات طيبته كامل حطيته بردوا لي، وبديت نعمرو هنا باش نصور معاكم. كيما راكم تشوفوا البنات هذه هي الفقاس المغربي ولا الكروكي، يعني على الطريقه تاعهم. شوفوا كيفاش جا ما شاء الله البنات، يعني روعه. تقدروا ديروا لضيافكم، تقدروا تدوه معاكم. شوفوا كيفاش جا لداخل. ولا كي تجوكم ضياف تحطوهم هكذا، يعني كما يقولوا يعمر العين. هذه هي الوصفة تاع اليوم. نتمنى ان شاء الله تعجبكم، وترجعوا لي الخبر في لي كومونتير، واللي جربته على طريقتي كيما نديرتو هنايا تكتب لي في لي كومونتير، ان شاء الله ينجح معاكم. لما لا نبدلوا شويه البنات من الكروكي. هذه هي الوصفة تاع الفقاس. واخر كلام، السلام عليكم.